السلام عليكم. وانا ازاي يا جماعه ما عملتش سلسله فيديوهات للساعات اللي بننزلها او اللي بنعمل لها ريفيوهات هنا على القناه تعرفكم ازاي تربطوا الساعه بالموبايل، لان ما كنتش مدرك ان حد ممكن يقف عند النقطه دي. لكن اكتشفت الفتره الاخيره ان في ناس فعلا ما بتعرفش تربط الساعه السمارت بالموبايل، ولا بتعرف البرنامج اللي بتشتغل عليه، ولا تفعل الاشعارات، ولا تفعل المكالمات. فانا كنت غلطان في حاجه زي كده، فسامحوني. والنهارده هنبدا نعمل الفتره الجايه دي فيديوهات لازاي تشغل الساعه السمارت على الموبايل وتنزل البرنامج، تفعل اشعاراتك، تظبط مكالماتك بكل تفاصيلها من الالف للياء. وهنبدا بساعه النهارده وهي الدي تي واتش اكس. ازاي نربطها بالموبايل وازاي ننزل البرنامج بتاعها. التفاعل بتاعك بقى على البوست ده بلايك او شير او كومنت مش هيخسرك اي حاجه، بل هيفيد الناس، لان الفيديو التفاعل عليه بيساعد ان هو ينتشر، ودي حاجه احنا بنعملها علشان الناس اللي مش عارفاها. فيلا بينا. اول خطوه نعملها اننا ننزل البرنامج اللي الساعه بتشتغل عليه، والبرنامج اسمه وير برو. يا اما هتبحث على دي على جوجل بلاي او اب ستور وتنزل البرنامج اللي ده اللوجو بتاعه او الصوره بتاعته، يا اما هتقلب ظهر الكرتونه وهتلاقي الكود او الباركود ده، هتصوره بموبايلك كده، هيقول لك اظهار الخيارات، فتح الرابط، هيفتح لك القائمه دي، هتدوس على جوجل بلاي لو موبايلك اندرويد وتحمل البرنامج، تعمل له تثبيت عشان انا مثبته طبعا، هو هيفتح معايا مباشر. طبعا برنامج الوير برو لازم فيه اعلان كده، فتدوس تخطي من هنا وبيفتح البرنامج بالشكل ده. طبعا بروح على الساعه بفتحها من الباور، من السكرول هنا بختار اللغه اللي انا عايزها، ننزل نختار اللغه العربيه، اختار اللغه العربيه ونسحب كده. هنا برضو تقدر تحمل البرنامج. بس خلينا بقى الخطوه اللي بعد كده، ازاي نشغل الساعه على البرنامج. عندك هنا في حاجه اسمها الجهاز او الجهاز المرتبط عامه، تدوس كده عندك اختيارين، يا اما اضافه من هنا ويبحث بالبلوتوث، يا اما تدوس اكتساح واضافه، هيظهر لك كاميرا كده تصور الباركود ده. يرجى فتح البلوتوث. تاكد برضو دي قبل ما تعمل اي حاجه، انا بحاول اقول لك المشاكل اللي هتقابلك. فاحنا طلعنا شغلنا البلوتوث وخلينا نحاول تاني الشكل اللي انت شايفه ده. نستنى بقى شويه، ركز معايا. كده قال لك ان هي متصل. هل كده خلاص؟ هل انت شايف كده خلاص؟ لا يا معلم، واحده واحده نعمل انهاء. ساعتك بها برنامج ثابت جديد يرجى التحديث والترقيه. الساعه دي كده عايزه تتحدث، اول ما تجيلك تبقى عايز تحدث، فانا بدوس تم. ابدا الترقيه. خلي بالك انت كده بتحدث الساعه، فما ينفعش تفصل خالص ولا تبعد الساعه عن الموبايل. هنسيبها كده تحدث براحتها خالص خالص. بتيجي بالشكل اللي انت شايفه ده، هي كده بتعد على الساعه وكده بتعد على شاشه الموبايل، بتحدث التحديث الجديد كانك بتحدث الموبايل بتاعك بالظبط. طبعا بعد ما تخلص الترقيه الساعه بتقفل وتفتح الشكل اللي انت شايفه ده، وخلاص بنبدا تاني نختار اللغه. نختار اللغه العربي. هو انت زي ما انت شايف كده اصلا قلب لك السوفت وير شويه. يفضل يا جماعه بعد عمليه الترقيه ما تخلص او التحديث ما تخلص انك تفك الربط وترجع تربط من الاول كانك بتربط من الاول وجديد. ولو عايز تفرمت الساعه مفيش مشكله. اول بقى ما نشغل البرنامج بالشكل ده عشان نشغله من الاول وجديد، ندوس موافق. بيقول لك هنا ايه؟ دخل البريد الالكتروني. انا بقرا كده موافق، وبسجل عندي من تحت كده بدل ما اكتب بريد وبتاع بالجوجل كده على طول مباشر. بيدخل معاه مباشر، اديله كل الصلاحيات زي ما احنا شايفين كده. بيجيب لك حاجه زي كده لازم تديله تم. نخش على الجهاز من هنا، نعمل بقى اقتران. اهم حاجه دي، اهم حاجه، بص، اي حاجه تجي لك اعمل لها اقتران وتصبر شويه، ما تستعجلش، اصبر شويه. تمام زي ما اتفقنا. اول حاجه هنعملها هنعمل تزامن. شايف بص جاب لك ايه؟ سماح بوجهات الاتصال، سماح سماح. دي خطوات مهمه، دي الخطوات اللي انت ممكن تستعجل وتعديها، تلاقي الساعه ما بتجيبش معاك اشعارات ولا بتجيب معاك مكالمات. انك لما تدوس موافق على حاجه وتعمل سماح، اصبر. اصبر لما البرنامج يجيب لك كل النوتيفيكيشنز اللي انت بتدي لها صلاحيات الربط بين الساعه وبين الموبايل. زي ما احنا شفنا فوق هنا كلمه تزامن البيانات دي هنعملها تزامن بالشكل اللي انت شايفه ده 100% تمام. عندك بقى ولا مكالمات مفعله ولا اشعارات مفعله ولا اشعارات التطبيق. عندك هنا هنفعل دي وندي سماح. سماح تذكير الرسائل القصيره، تذكير بالمكالمات زي ما احنا شايف كده، سماح سماح. دي برضو حاجه من الحاجات المهمه. تمام. اشعارات التطبيق، اشعارات التطبيق دي مهمه جدا، هدوس عليها تم. هيدخلني في القائمه دي اللي اهم حاجه. هتنزل لحد ما تلاقي ايقونه البرنامج، هتعلم هنا بس سماح. ركز في الكلام ده جدا. نرجع تاني للبرنامج. جاب لك الاشعارات كلها، عايز تحدد الكل تفعل كل الاشعارات مفيش مشكله، بس استسمحك في الساعه دي تو واتش اكس بالذات
توقف اشعار الترو كولر عشان ساعات بيعمل مشاكل في الساعه. دي خطوه مهمه جدا. واي حاجه ملهاش لازمه وقفها، لان يلود على الساعه وخلاص. يعني دايما شايف انا مش هحتاج ده كله يعني مش هحتاج اشعارات، ده مش هحتاج يوتيوب كيدز، مش هحتاج يوتيوب ميوزك، مش هحتاج مثلا صور ولا درايف ولا مثلا مركز، كل ده مش هحتاجه. فانا بشغل الحاجات اللي بحتاجها فقط. كده الساعه ربطت معايا بنسبه 100% بشكل كامل. طب انا دلوقتي يا عم محمد عايز اضيف جهات الاتصال. الساعه دي انتوا عارفين انها بتشيل 2000 اسم. بخش على اتصالات متكرره، اعمل اضافه جهات اتصال هنا. تمام، عندي فوق زي ما انت شايف حدد الكل اهيت، انا حددت الكل واعمل اضافه. بعد ما بعمل اضافه، ركز، بعد ما بعمل اضافه بعمل مزامنه للمشاهده. بص الساعه، بص كده هتعملت معايا مزامنه. نجح الامر، عملت معايا مزامنه. لو دخلت هنا على الهاتف وجيت اتصالات، هتلاقي الاتصالات او جهات الاتصال كلها، لا مش عايز ارن، جهات الاتصال كلها ظهرت معايا. فكده انا ربطت الساعه بكل تفاصيلها بكل حاجتها، اشعارات، مكالمات. بس يا معلم الموضوع سهل وبسيط جدا. لو عجبك المحتوى اشترك في القناه. ولو معاك مشكله في اي ساعه سمارت ايربودز موبايل، اكتب لي في التعليقات، ان شاء الله هحاول اساعدك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.